السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوان العزاز وغوالي داخل وخارج الوطن الحبيب. نسأل الله أن يعم على بلادنا بنعمة الأمن والأمان، وأن يرحم كل من فارق دنيانا وأوجع قلوبنا. الاثنين 28/10/24 دي 45 يوم مرت عليه وفاة أخونا وحبيبنا ورفيقنا وغالينا أخونا محمد عبد الله الجديع، والذي صادفت وفاته يوم 14/9/24. نسأل الله العلي القدير أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبدل سيئاته حسنات، وأن يجعل الفردوس الأعلى مسكنه ومرغده. الجديع يا جماعة ما مات مقصود، ولا عنده عدو، ولا عنده خصيم. وحتى والله الناس ذات معاهن المشكلة والراح ضحية الجديع وابن خاله أحمد فضيل، هم ذاتهم ما عرفوا إنه هم ضربوا محمد عبد الله الجديع إلا بعد ما الخبر عم البلد كلها. فنحن السابقون وهم اللاحقون، والبقاء لله وحده. وفي كمية من الرسائل من الأخوان ومن الأصدقاء ومن الغوالي ومن الدفعة ومن الناس اللي بنعرفهم، في كمية من الرسائل كانت مثلا في الواتساب أو مثلا في الفيسبوك، في البراسلنا عشان يعرف الحاصل، وفي البراسلنا عشان يقول البركة فيكم. وبنعتذر جدا، أنا والله بعتذر لأي عزيز وغالي ما رديت عليه، لأنه والله بجد الخبر كان صادم وكان مرعب وكان مفجع، لكن ما نقول إلا ما يرضى الله ورسوله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. محمد والله عاش راجل ومات راجل. وللأسف في ناس الواحد يعني بيسأل، سواء كان مثلا في الفيس والله في بوستي، والله هنا بيقول لك يا أخي وين مرسية الجديع؟ وين يا جماعة؟ والله الجديع ما محتاج مننا مرسية، والجديع ما محتاج مننا نوصفه بأغاني والله بدوبيت والله بغيره. الجديع محتاج دعواتنا يا جماعة، قدر الله حصل، والجديع محتاج دعواتنا، ومحتاج نطراه بالخير ونترحم عليه. هم اللي بيقدر بيوصف الجديع، ويا تغافية اللي بتوصف الجديع. والله الذي لا إله إلا غيره، يمكن المراسل اللي ترست للجديع كمية هائلة، أنا والله واحدة يمكن أكون ما سمعتها. يعني دار تقول شنو مثلا؟ الجديع أنا بعرف أخوي وصديقي ورفيقي، والعرفت عن الجديع والله ما بتوصف، بس مكافاتي عند الله عز وجل ما أكتر. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة. والحاجة السمحة اللي عمل أخونا محمد عبد الحي الشكر النورابي، عمل جروب في الواتساب اسمه مبادرة أخوان الجديع، فيها أخوان وغوالي وعزاز، وفيها ناس كمية من الشباب موحدين ولا بنعرفهم ذاته. نحن في ناس عرفناهم بعد وفاة الجديع، إنهم ما كنا ذاته قايلين إنهم بيعرفوا الجديع. الجروب ده بتاع المبادرة ده فيه الهدف منه إنه نعمل بيارة، زي ما قال محمد عبد الحي، نعمل بيارة أو سهريج في بلد ناس الجديع. وليزول اللي بيعرف ناس الجديع، بلد ناس الجديع حقيقة محتاجة لموية ومحتاجة لبيارة. ونحن هدفنا من البيارة، هدفنا الأول والأخير إنه ترجع لروح المرحوم صدقة جارية وأجر جاري. والله نحن ممكن نقول العمل ده يعني محمد عبد الحي واخوانه قطعوا فيه شوط كبير جدا. وان شاء الله الموضوع غايم، وان شاء الله المبادرة حتتم. وسمعت انه ناس بلل ورفاقه برضو عندهم موضوع بتاع مصاحف برضو لروح المرحوم. وده الشيء المحتاج للمرحوم، محتاج لصدقة جارية، محتاج لدعاء. فما بشوف انه مثلا اذا غنينا نحن مثلا بنبرد الوجع الجوان. والله نحن إن غنينا وإن سمعنا زول غنى وإن سكتنا ساكت، نحن لا الغيام وفاقدين الجديع، ونحن لا الغيام وفرقتم معانا ما بتنسد، وكسر ما بيتجبر. لكن نحن نقول شنو غير إنه نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة، ويلزم آله وزويه الصبر
وربنا يجعل البركة في عروبة وفي عبد الله وفي باقي الأسرة، ربنا يجعل فيهم البركة، وربنا يديهم العافية والصحة والسلامة. وما بيدنا شيء نحن غير ما غير ندعي له، ما بيدنا شيء. ما قلنا إنه بيجي يوم من الأيام نحن نفقد الجضيع نحن حيين، ولا نرسل جضيع نحن حيين. نحن والله الجضيع كنا بنتمنى يومنا قبال يوم، وكنا بنتمنى زي ما يقولوا شيننا قبال شينه، لكن كمان المقادير بيد الله ما بيدنا. لا نقول إلا ما يرضى الله. اللهم ربي أغفر له وأرحمه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه فسيح جناتك مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء. وربنا يجعل البركة في الأسرة وفي أخوانه وفي عقابه وفي ولاداته، ويديهم العافية ويطول أعمارهم. وزي ما يقولوا نحمد الله على كل حال. الله يديكم العافية والصحة والسلامة. والشيء اللي أنا عارفه بيمشي لروح الجضيع زي العمل محمد عبد الحي، المبادرة اللي هي بتاعة البيارة، أو مبادرة بتاعة مصاحف، أو مبادرة بتاعة سغية، لكن غير كذي ما في شيء بيمشي لروح الجضيع. ربنا يرحم، ربنا يرحم، ربنا يرحم، وربنا يلزمنا الصبر على فراقه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يدي العافية لكل زور رسل جديع. نحن بنقول له شكرا لك يا أخي، رسالتك وصلت، والله يجزاك خير، والله يديك العافية. والرسول كلهم أخوان بالنسبة له، هو كان صديق وأخوه وعزيز وغاليه. الله يكرمكم. وي زول قدر زي ما يقولوا تكبد المشاغ وصل، إن شاء الله في ميزان حسناته ونجيه في السمح. وي زول ما وصل وما جاء، نقول له يا أخي الله يديك العافية والصحة والسلام. أدعي له من على البعد، أدعي له من على البعد بالمغفرة، وادعي له من على البعد، واذكروا بالخير. والله يديك العافية، والله يجزاكم خير وكتر خيركم. ودعناكم الله والرسول.